شوقي من الموقع الاخباري الشروق نت. اللبس مش مجرد غطا للجسم، ده لغه بنتكلم بيها وبنوصف نفسنا وبنعبر بيها عن شخصيتنا ومشاعرنا. واكيد كل واحد فينا لما بيكون رايح مكان مهم بيهتم بلبسه وشكله ومظهره. طب يعني ايه موضه وبدات ازاي وازاي كل واحد فينا يقدر يلاقي الستايل المناسب ليه؟ تعرفوا ان الموضه متعارف عليها من ايام الفراعنه، والناس كلها كانت بتحب تبين الستايل بتاعها زينا كده دلوقتي. الفراعنه على ايامهم كانوا بيهتموا بلبسهم وبالتيجان والذهب اللي كانت بتبين مكانتهم في المجتمع كله. وبعد كده في العصور الوسطى اللبس بقى اتقل ومليان طبقات اكتر، واهتموا اكتر بشكلهم وستايلهم والفاشن بشكل عام، لحد ما وصلنا للزمن اللي جت فيه السوشيال ميديا وقلبت الموازين وبقينا عايشين في زمن الترند. ونيجي بقى للسؤال المهم، هو احنا فعلا بنلبس اللي احنا مرتاحين فيه وحابينه، ولا بنلبس اللبس ده علشان نواكب الموضه وما نبقاش كرنج وسط اصحابنا؟ ايا كان اجابتك لنفسك لازم تكون واثق ومتاكد ان الموضه الصح هي اللي تخليك مرتاح ومبسوط، مش اللي تجبرك ان انت تلبس حاجه غريبه عليك ومؤيداك بس لمجرد انت تبقى زي اللي حواليك. طب ازاي بقى نختار اللبس اللي يليق علينا ونكون مرتاحين واحنا لابسينه؟ اول حاجه اعرف شكل جسمك. مهم جدا ان كل واحد فينا يكون عارف شكل جسمه عشان يعرف هيختار لبسه على اي اساس. تاني حاجه اعرف الالوان اللي بتليق على بشرتك. اكيد الالوان اللي بتليق عليا مش هتليق عليك، والا ما كانش هيبقى فيه الوان كتير من نفس الهودي مثلا. اخر حاجه احب افكركم ان الموضه فن وكل واحد فينا رسام. خلي لبسك يعبر عنك ويكون حقيقي مش مجرد تقليد للترند. مش يمكن انت اللي تعمل ترند جديد بستايلك؟ وبس كده، اشوفكم